بيبدأ الفيلم بولد اسمه فريد زين اللي بيكون قاعد في السينما وبيتفرج على فيلم المستكشف الشهير شارل سمعان اللي بيحبه جدا. والفيلم بيحكي عن سمعان وهو راجع من شلال الفردوس ومعاه هيكل أضخم وحش في الشلال، لكن العلماء لما بيفحصوه بيعرفوا ان هو اللي صنع الهيكل ده وبيضحك عليهم، فجمعية المستكشفين بتتهمه بتصنيع الهيكل وبتجرده من عضويته. فبيتضايق سمعان وبيقول لهم انه هيرجع لشلال الفردوس تاني ومش هيرجع من غيره، ولازم يجيب لهم الوحش ده حي. وبيركب منطاده روح المغامرة اللي صنعه على أعلى مستوى ليه هو وكلابه، وبيبدأ رحلته للشلال عشان يبرأ اسمه. وبيخلص الفيلم وبيروح فريد زين وهو في طريقه بيسمع صوت بنت بتلعب في بيتها اللي كاتبة عليه روح المغامرة، وبيفهم انها بتحب المغامرة زيه وبيدخل لها وبتشوفه البنت فبتخض منها وبتطير بالونته منه وبترحب بيه وبتديله شارتها وبتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمها إيلي، وبيروحوا يجيبوا بالونته اللي طارت منه. ولما راح يجيبها بيقع بتتكسر ايده، وبالليل بتروح له تطمن عليه وبتديله بالونته تاني وبتوريه كتاب مغامراتها اللي ما بتخليش حد يشوفه ابدا. وبتطلع هي كمان بتحب شارل سمان زيه، وبيبقى نفسها لما تكبر تروح شلال الفردوس وتحط بيتها جنبه وتملى باقي كتابها مغامراتها هناك. وبتتفق معاه انه ياخدها لهناك وبتطلب منه انه يوعدها بكده فبيوعدها فعلا. وقبل ما بتمشي بتقوله مع انه ما بيتكلمش كتير لكن عاجبها، ومن هنا بدأت صداقتهم وبيكبروا وبيتجوزوا وبيأسسوا بيتهم سوا وبيعيشوا مع بعض في سعادة وحب، وكل حلمهم ان هم يسافروا لشلال الفردوس وبيفضلوا يحوشوا للسفر، لكن بيرجعوا يشوفوهم تاني لما بيحتاجوهم. وبتمر السنين وبيكبروا في السن، واخيرا فريد زين بيشتري تذاكر للسفر وحب يفاجئها بيهم لكن ما بيلحقش، وبتتعب وبتدخل المستشفى وبتموت وبتسيبه لوحده وبيعيش لوحده في البيت اللي كل حاجة فيه بتفكره بيها، وبيتمسك بيه وما بيرضاش يبيعه على الرغم ان كل البيوت اللي حواليه اتباعت واتهدت. وهنا بيروح لولد صغير اسمه رامز وبيقوله انه من الكشافة وبيعرض عليه يساعده في اي حاجة عشان يقدر ياخد اخر وسام ليه، وهو وسام مساعدة العواجيز عشان يبقى مغامر كشافة. ففريد زين بيرفض لكن رامز بيفضل يلح عليه، وعشان يخلص منه فبيقوله ان في طائر اسمه ابو الفصاد عينه حمراء كل يوم يدخل الجنينة وياكل الزهور بتاعته، وبيطلب منه يدور عليه ويجيبهوله. فبيفرح جدا رامز وبيجري يدور عليه، وساعتها بيشوف اللودر هو بيخبط صندوق البريد بتاعه فبيجري عليه وبيضرب العامل اللي كان بيحاول يرجعه له مكانه وبيعوره، بس العامل ما بيسيبوش وبيرفع عليه قضية وبيكسبها وبيحكموا عليه انه يعيش في دار مسنين، وبيزعل وبيفضل يفكر يعمل ايه. وتاني يوم لما بيروحوا له موظفين الدار عشان ياخدوه فبيديهم شنطة هدومه وبيستأذنوا في دقيقتين يودع بيته فيهم، وبعد كده هيحصلهم على العربية لكن بيتفاجئوا ان كدب عليهم وطار ببيته اللي كان مجهزه بكميات كبيرة جدا من البلالين، وبيضحك وبيودعهم وبيدخل البيت وبيطلع الخريطة والبوصلة وبيظبط شراع البيت وبيحدد اتجاهه للوصول لشلال الفردوس عشان يحقق حلم مراته. وهو قاعد في امان الله بيتفاجئ ان الباب بيخبط فبيستغرب جدا لانه طاير في الهوا، ولما بيفتح بيتفاجئ برامز اللي كان بيدور له على ابو الفصاد وبيعرفه انه ملقاش غير فار كبير قوي تحت بلكونته، وبيخاف وبيفضل يترجان يدخله البيت. ففريد زين بيوافق، ولما بيدخل بيقوله ان عمره ما ركب بيت بيطير. انا مش عارفه ايه الجمله البديهيه اللي هو قالها دي بس هو بيملى كلامه خلاص، وبيفضل يلعب في الدركسيون اللي بيحرك البيت فبيتضايق منه فريد زين وبيفكر يشعلقه وينزله على اي عماره، بس دي فكره مش مضمونه. فبيقرر ينزل بالبيت تاني عشان ينزل رامز، وفي اللحظه دي بيحصل رعد والدنيا بتمطر والبيت كان هيدخل في غيامه كبيره جدا. ولما حاول يبعد البيت عنها معرفش وكل حاجه في البيت بتقع بتتكسر وهو كمان بيقع وبيغمى عليه. ولما بيطلع النهار بيفوقوا رامز، ولما بيفوق بيقرر انه ينزل بالبيت عشان يرجع رامز لبيته، وبيطير شويه بالونات عشان البيت ينزل، وبينزل فعلا وبيخبط في جبل وبيقع هو ورامز بره البيت، والبيت كان هيطير بعيد عنهم. فبيجري وراه وبيمسك في الحبل المربوط في البيت وبيمسكوا رامز قبل ما يطير هو والبيت وبيلحقوا فعلا. وبيتفاجئ فريد زين ان هم قدام شلال الفردوس وبيفرح جدا وبيقول لرامز ان هم وصلوا للشلال وبيطلب منه يطلع على الحبل للبيت وبعد كده يشده، بس رامز يعني حاول بصراحه حاول. فبيتعصب فريد زين جدا لان الشلال قدامه خلاص بس مش عارف يوصل له، فبيقرر رامز انه يساعده بس بشرط ان هو كمان يساعده ياخد الوسام. فبيوافق فريد زين، وبعد كده بيقولوا رامز بانهم يشدوا البيت للشلال ولما يوصلوا هناك ينزلوه، وفعلا بيشدوه وبيمشوا. وبيعرفوا فريد زين بانهم لازم يروحوا بسرعه عشان قدامهم 3 ايام بالكتير، وبعدها الهيليوم اللي في البالونات هيتسرب، ولو اتسرب قبل ما يوصلوا عمرهم ما هيقدروا يوصلوا البيت لهناك. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا الغابه، وبيتعب رامز من كتر المشي ما بيبقاش قادر يمشي، بيبقى كمان عايز يدخل الحمام. فبيقول لفريد زين يدخل في وسط الشجر ويتصرف، فبيدخل فعلا وبيتصرف. وبعد كده بيشوف اثار رجل طائر على الارض فافتكر ابو الفصاد ومشي وراها وطلع شوكولاته ياكلها، فبيظهر له الطائر لانه بيحب الشوكولاته وفضل ياكلها معاه.
وبياخده وبيروح لفريد زين يفرحه عشان لقاله ابو الفصاد اللي هو عايزه. لكن لما بيشوف فريد زين بيتخض، وبيحب الطائر رامز وبيفضل يلعب معاه، وبيحب رامز هو كمان وبيتمسك بيه، وبيطلب من فريد زين ان هم ياخدوه معاهم، لكن ما بيرضاش. وبعد محايلة كتيرة كالعادة بيوافق، وبيسميه رامز جميل، وبياخده وبيكملوا مسيرتهم للشلال. وهما ماشيين سمعوا واحد بيكلمهم، وفضلوا يدوروا عليه، وبيظهر لهم كلب، وبيتفاجئوا ان هو اللي كان بيكلمهم، وبيعرفهم بنفسه، وبيقول لهم ان اسمه شهد، وبيطلب منهم ما يتخضوش لان صاحبه اخترع له طوق عشان يعرف يتكلم. وبيسالهم ما شافوش طائر في طريقهم لان صاحبه مكلفه انه يلاقيه، وبيهجم عليه جميل فجاه، ولما بيشوفه بيعرف ان هو ده الطائر اللي بيدور عليه، وبيفضل يترجانه يروح معاه لصاحبه. لكن جميل طبعا ما بيسالش فيه، وبيكملوا طريقهم للشلال. وفي نفس الوقت بنشوف صحاب شهد اللي بيدوروا على جميل برضه، وواحد منهم اسمه ابجد، الطوق بتاعه بيكون اتخبط منه فبيخلي صوته مسرسع قوي. سمع ده كده. وبيكلم شهد وبيساله اذا كان لقى الطائر ولا لا، فبيطمنه شهد وبيقول له ايوه لقاه، وهيرجع لهم بيه كمان، وبيعرفوا مكانه، وبيجروا يروحوا له. وهو بيكون لسه عمال يتحايل على جميل عشان يروح مع صاحبه، وبيزهق منهم فريد زين جدا، وبيقول لهم انت ما تلزمنيش وانت ما تلزمنيش وانت متدبس معاك، وبيحاول يخلع منهم بس مفيش فايده، وبيروحوا لهم تاني. والليل بيدخل عليهم والدنيا بتمطر، وفريد زين بيبرد جدا، فهنا بيحاول رامز يعمل له خيمه عشان يقعدوا فيها، لكن معرفش، فبيتريق عليه فريد زين عشان ازاي بتاع كشافه ومش عارف يعمل خيمه، وليه باباه ما عرفوش ازاي ينصب خيمه. فبيقول له رامز ان باباه مسافر على طول، ما بيشوفوش كتير، بس هو وعده انه هيحضر معاه حفله الكشافه وهيعلق له وسام مساعد العواجيز بنفسه. وبيخاف على جميل وبيطلب من فريد زين انه يخلي باله منه عشان شهد عايز ياخده لصاحبه، وبيترجى يوعده ان ياخده معاهم وما يسيبوهوش. وبينام، ولما بيطلع النهار بيصحى فريد زين وبيشوف البالونات اللي هيليا مقل فيها جدا ولازم يمشوا بسرعه، وبيصحي رامز عشان يتحركوا، وبيسمع جميل صوت ولاده، وبيروح يسلم عليهم وبيجري يروح لهم، فبيعرفهم شهد ان جميل بنت وكانت بتجمع اكل لاولادها عشان ترجع لهم بيه. هو صحيح جميل طلعت بنت، بس انا هكمل كلام عنها كانها ولد عشان بصراحه غريب قوي اقول جميل كانت بدل كان، فعدوها بقى. نرجع للفيلم، وبتوصل لهم الكلاب، وما بيلقوش الطائر مع شهد زي ما قال لهم، فبياخدوهم كلهم لصاحبهم. ولما بيوصلوا لهناك بيظهر لهم كلاب كتير جدا وكلهم بيتكلموا، وبيطلع لهم صاحب الكلاب دي وبيستغرب لما بيشوف البيت الطاير وانهم وصلوا بيه لحد هنا. ولما بيشوف فريد زين بيعرف انه شارل سمعان، وبيفرح جدا انه قابله لانه من اشد المعجبين بيه، وبيرحب بيه سمعان وبيدخلهم المنطاد بتاعه وبيفرجهم عليه. وفريد زين ما بيكونش مصدق نفسه انه في منطاد روح المغامره، وبياخدهم عشان يتعشوا. وهنا اخيرا بيخلص ابجد من صوت تويتي ده، وبيقول لهم سمعان انهم قالوا عليه نصاب، بس لما يرجع لهم بالطائر هيبرأ نفسه، وبيعرفهم ان قضى حياته كلها وهو بيدور عليه لانه موجود في مكان صعب جدا الدخول ليه. ولما بيشوفوا رامز بيقولوا ده شبه جميل، وعلمه يمشي وراه عشان بيحب الشوكولاته، فبيخاف فريد زين على جميل، وبيقولوا انه هرب منهم واستخبى خلاص. وفي نفس الوقت بيشوفه واقف على البيت بتاعه، فبيستأذن منه عشان يمشوا، لكن سمعان بيمنعهم. وهنا بيسمعوا صوت جميل وبيشوفوا سمعان على البيت. في اللحظه دي بيهرب فريد ورامز وبياخدوا البيت وبيجروا وراهم كلاب سمعان بعد ما امرهم ان هم يمسكوهم. وبيساعدهم جميل وبيشيل فريد زين وبيجري بيه، وبيحاول شهد هو كمان انه يساعدهم ويبعد الكلاب عنهم، لكن ما بيعرفش. وبيفضل جميل يجري بيهم لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل، وبينط بيهم وبينقذهم، لكن رجليه بتتعور. وبيعالجوا رامز وبيربطها له، وبيقرروا ان هم يوصلوا لولاده وبيته. وهم في طريقهم بيقول رامز لفريد زين انه الغابة طلعت خطيرة جدا غير ما كان متوقعها خالص. واخيرا بيوصلوا لبيت جميل، وبيعرف سمعان مكانهم عن طريق جهاز التعقب اللي في طوق شهد، وبيصطاد جميل بشباكه. ولما حاول فريد زين ينقذه ولع له سمعان في بيته، فسايبه وجري على بيته يطفيه، فبياخد سمعان جميل وطار بالمنطاد، وبيقدر فريد زين انه يطفي بيته. وبيروح له رامز وبيقوله نتخلى عن جميل وما ساعدوش، فبيتعصب عليه. ولما بيروح له شهد عشان يهديه فبيزعقله وبيقوله انه مش عايز يشوفه تاني، وبيقول لرامز انه رايح الشلال بمساعدته او من غيرها. وبيمشي فعلا وبيوصل للشلال وبينزل البيت، وبيكون رامز معاه وبيرميله الأوسمة بتاعته لأنه خلاص مبقاش محتاجهم. وبياخدهم فريد زين وبيدخل البيت، وبيجيب كتاب مغامرات مراته وحط لها فيها صورة البيت عند الشلال. ولما جه عند الصفحة اللي كاتبة فيها الحاجات اللي هعملها كان هيقفله لأنه فاكر إنه فاضي عشان مفيش مغامرات هي قدرت تعملها عشان تملاه بيهم، بس بيتفاجئ إنها ملياه بصورها معاه وبكل الحاجات الجميلة اللي عاشوها مع بعض، فبيتأثر جدا. وفي الآخر لقاها كاتباله إنها بتشكره على المغامرة وإنه يعيش مغامرة جديدة، فبيطلع يدور على رامز، لكن بيلاقيه خد شوية بالونات وطار بيهم عشان يروح يساعد جميل. فجري فريد زين على البيت عشان يطير بيه ويلحقه، لكن بيلاقي البالونات اللي فاضلة مش قادرة تطيره، فبيفضل يرمي في عفش البيت عشان يبقى خفيف.
ويطير، وفعلا بينجح وبيطير بالبيت وبيجري ورا رامز عشان يلحقه. وفجأة بيسمع الباب بيخبط، ولما بيفتح بيلاقي شهد وبيقول انه استخبى في البلكونة عشان بيحبه وبيستأذنه انه يفضل معاه. فبيوافق فريد زين وبيفرح بيه جدا. وفي الوقت ده بيكون رامز وصل للمنطاد ودخلوا، لكن الكلاب بتشوفه وبتمسكه وبيكتفوه قبل ما يوصل لجميل وبيبلغوا سمعان. وبيجي وبيسأله عن فريد زين، فبيقول له ما يعرفش عنه حاجة لأنه ما بقاش صاحبه خلاص. فما بيصدقوش سمعان. وهنا بيشوف فريد زين من الشباك وهو بيقرب عليهم، فبيأمر كلابه يرموا رامز من المنطاد، وفعلا بيرموه. لكن فريد زين بيلحقه وبينقذه وبيدخله البيت عشان يبقى في امان. وبيجري هو وشهد وبيدخلوا المنطاد عشان ينقذوا جميل. فبيقولوا شهد على طريق يوصلوا بيه الجميل من غير كلاب سمعان ما تشوفه، وفعلا بيوصلوا له، لكن بيلاقوا عليه حراسة مشددة من كلاب كتير جدا. فبيضحك عليهم فريد زين وبيرمي لهم كرة العكاز بتاعه بره الأوضة، وهم زي الشاطرين بيجروا وراها. فبيقفل عليهم فريد زين الباب وبيهرب جميل. وهنا بيحاول رامز يفك نفسه، لكن بيقع وبيمسك في الحبل اللي كان رابط البيت بالمنطاد. وبيجروا الكلاب يبلغوا سمعان عشان يلحقهم قبل ما يهربوه. وهنا بيشوف رامز متعلق في البيت، فبيأمر كلابه ان هما يوقعوا البيت بيه. وفي الوقت ده بيكون فريد زين وجميل بيحاولوا يهربوا، لكن بيشوفهم سمعان وبيحاول يقتله، بس بينقذوا شهد وبيعضوا من رجليه. فبيرميه بره وبيقفل الباب وبيرجع له تاني عشان يقتله. بس فريد زين بيقدر يهرب منه هو وجميل، وبيطلعوا على سطح المنطاد وما بيسيبهمش وبيطلع وراهم. وفي نفس الوقت بتكون الكلاب لسه بتحاول توقع البيت برامز، لكن بيقدر يتسلق الحبل. كان فين الكلام ده من الاول؟ كان الفيلم خلص من زمان. وبيدخل البيت وبيخليهم كلهم يخبطوا في بعض وبيتدمروا. وبياخد البيت وبيروح لفريد زين اللي بيكون وصل لسطح المنطاد هو وجميل عشان ينقذهم. وشهد كمان بيكون طلع لهم ولسه هيدخل البيت، فبيتفاجئوا بسمعان اللي بيفرقع لهم البالونات ببندقيته. وفعلا البيت ما بيقدرش يطير وبينزل على المنطاد. وقبل ما يقع برامز وجميل وشهد بيلحقوا فريد زين وبيمسكوا من الحبل بتاعه، لكن بيروح لهم سمعان. وساعتها بيطلب فريد زين من رامز وشهد انهم يمسكوا كويس في جميل، وبيوريه الشوكولاته وفعلا بيطير عليه. وبيقع سمعان بشويه بالونات وبيخاف فريد زين عليهم، لكن بيلاقيهم ماسكين في الحبل وبيطلعهم وبيطير البيت وبيختفي. وهنا بيودع فريد زين إلي وبيوصلوا جميل لبيته وولاده. وبيرجع فريد زين ورامز ومعاهم شهد لمدينتهم بمنطاد سمعان. واخيرا رامز بياخد اخر وسام لمساعده العواجيز وبيروح لفريد زين وبيعلقه له بنفسه، وبيفرح رامز وبيحضنه. وبعد ما بتخلص الحفله بيروحوا هما التلاته وبيشتروا ايس كريم وبيقعدوا على الرصيف ياكلوه. وبنشوف البيت جنب شلال الفردوس زي ما كانت بتحلم بيه إلي، وبيكون كل واحد فيهم عوض التاني عن غياب اللي بيحبه، زي بابا رامز ومرات فريد زين. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه، واستنوني في الفيلم الجاي.